احب انا بقى الستات النشيطه دي اللي تقوم تشوف بيتها وجوزها وعيالها وتروق وتعمل اكل وحاجات كده. بيكونوا ستات عسل، ودول اللي بيعيشوا، ودول اللي مثلا اجوازاتهم بيشوموا على الراس والله العظيم. الست اللي بتكون يعني واخده بالها من بيتها ومن جوزها ومن عيالها ومن نظافتها كمان، زي الست دي بص تغسل سنانها وتغسل ايديها وتروح بقى ايه تروق نفسها وتعمل اكل. قبل اي حاجه بس ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو ده، وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، لان انا ببقى عارفه انتوا منين، وكمان هتلاقوا الفيديو ده كامل على القناه. وقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، انا في ناس كتيره قوي طلعت جيراني يا جماعه والله العظيم بجد، يعني طلعوا من نفس المنطقه بتاعتي. فانتوا قولوا لي انتوا منين. يلا بقى بينا نشوف هي هتعمل ايه. انتوا عارفين انا اقسم بالله العظيم انا دلوقتي كنت لسه هقول لكم بتشغل اغاني وهي بتعمل اكل، بس اكتشفت ان هو خلاط. يعني الخلاط عندهم ما شاء الله حديث جدا. تاتش، لو شافوا الخلاط بتاعنا حلوه قوي البتاعه دي اللي هي بتسن الحاجات اللي هي بيقطعوا بيها وكده، فدي حلوه يعني. وحلوه برضك المبشره دي. عندنا بقى اللي هي بيبقى فيه اللي هي العاديه، ودي ما بحبهاش بصراحه لان متعور ومش عارفه هي بتعمل ايه. بتعمل زي على فكره يا جماعه الكوسه المتحمره خطيره، ممكن يكونوا ناس كتيره ما جربتهاش بس انا جربتها خطيره بجد. يعني طعمها عامل زي طعم البتنجان كده اللي هو المقلي، اللي بيكون طعمه مسكر وطعمه عسوله قوي يعني، فهي حلوه جربوها على فكره تعجبكم قوي. عامله بطاطا وعامله بيض وعامله ذره وعامله حبه حاجات كده مش عارفه ايه ده، يعني انا مش عارفه. حلو بقى الطاسه اللي هي دي قوي، يعني انا بجد نفسي اجيب الحاجات اللي هي تبقى منظمه دي في جهازي، عشان ايه ادلع جوزي قرة عيني. طبعا يا جماعه لازم ايه ندلع جوزي قرة عيني، ده اساسي، ده لازم اعمل له بقى حبه اكل وحبه حبشتكنات كده. عشان كده لازم اجيب حاجات ايه اللي هو لازم ننقي الحاجه تكون حلوه كده وعسوله. بصوا بتصحي بنتها تصحي جوزها هتقول لهم ايه الفطار او الغدا او العشاء على حسب بقى عندهم. لبستها فستان عسول قوي يا كوكو. بصوا البنات بتبقى عسوله قوي. تغسل سنانها دي بقى الست المنظمه اللي هي بقى ايه بتخلص كل حاجه وبتكون مرتبه لهم كل حاجه وبتصحيهم بقى. تعملي ايه كتكوته حلو قوي الخط بتاعهم. بس بتحط مرتب شطوره، بس مامتها معلمها نظام. خلصت الاكل كانت بتسويهم على البخار. والله العظيم انت ست محترمه، والله انت ست محترمه. انا بقى نفسي افهم ايه البتاع ده، انا نفسي اعرفه ايه ده، بس للاسف انا مش عارفه. واكيد دي حاجه صحيه. نوم العوايف يا حبيبي قوم، انت اخترت صح، مع انك باين عليك عيل بس هو اختار صح. باين عليه صغير قوي يا جماعه ان هو يكون مع بنوته ومتجوز. بصوا يا جماعه التفاصيل، انتوا متخيلين الصابونه، شايفين الصابونه عامله ازاي فيها تحت صفايه. فلا بجد التفاصيل عندهم اهم حاجه. مش عارفه الجهاز ده بيعمل ايه يعني، بس تمام. لا ده استشوار ده عارفينه، الجهاز اللي كان قبليه بقى. شوفوا هي دخلت بردك تنظف السرير مكانهم. كان في وبرة بردك لازم على فكره يا جماعه احنا المفروض اصلا يعني ننظف الملايه لما بنقوم من النوم. يعني المفروض نشيلها وننفضها ونطلعها في الشمس. بيبقى في سمعت ان بيبقى في حشره كده صغننه خالص ما تبانش، يعني دي مش قله عفانه من دي مش عفانه مننا، لا ده بيبقى عند اي حد بتبقى حشره كده صغننه خالص احنا ما نشوفهاش بعينينا. بس عشان كده لازم نطلع الملايه كل يوم في الشمس. والمخدات كمان، يعني الناس عارفه كتير قوي ان المصريين عامه بيطلعوا المخدات والملايه والبطاطين في الشمس، يعني لازم يطلعوا في الشمس يتهووا كده. بس مطبخها عسول قوي يعني، وكمان مش مطبخها اوفر بقى زي البيوت التانية اللي احنا بنشوفها، لا دي مطبخها عسول ونضيفه. بصوا بتهتم بالتفاصيل. يعني اول مره اشوف واحده عندهم بتنظف فوق الحاجه. بصوا كل واحده ليها شبشب، كل واحد ليه شبشب بقى معين. كمان مدلعه القعده، انتوا متخيلين
اكتر حاجه بقى مضايقاني عندهم ان هما ما عندهمش شطاف، بجد يعني احساس مقزز اوي. تغسل الشرابات، انا عندنا الغسالة بتاعتنا نحط الشرابات، نحط شراب يطلع لنا فردة واحدة بس، فدي حلوة يعني، ولا تضيع شراب هنا ولا شراب ينزل تحت المصفى ولا كل الكلام ده، حلو اوي. جوزها هيرجع من الشغل، ايه السرعة دي؟ ده انا اتكلمت كلمتين لقيته رجع. انت شكلك صغير قوي، شكلك صغير قوي ان انت تكون فاتح بيت ومتجوز ومخلف وبنتك ما شاء الله كبيرة. تعملي له ايه؟ نضف له رجله كمان. شفتوا بقى؟ عرفتوا ان دي زوجة صالحة، عرفتوا ان دي زوجة صالحة.